السلام عليكم، ازيكم حلويات قلبي وفراولات قلبي؟ عاملين ايه؟ النهارده تاني يوم رمضان، ويلا نشوف مع بعض احنا هنفطر هنا معايا في الحله حطيت شويه زيت على شويه سمنه بلدي على شويه توم كده متخرطين وبصل مفروم في الكبه، ومعاهم حته صغيره كده من قرن فلفل حامي تدي تحريشه صغننه. هنشوح الكلام ده كله بقى وهنخليه لونه ذهبي كده زي ما انتم شايفين، وهننزل باللحمه. معانا لحمه هنا، اللحمه دي قطعيه فيليتو علشان تبقى ناعمه وتستوي معانا على طول. لو انتوا اللحمه ما بتستويش على طول وبتاخد سوا، فممكن نسلقها الاول في حله لوحدها، وبعدين بعد ما تتسلق وتستوي نضيفها على البصل كده. انما انا هضيفها نيه لان هي يعني متقطعه رفيع، وبرده هي قطعيه الفليتو فناعمه مش هتاخد معانا وقت. طب احنا هنطبخ ايه النهارده؟ هنطبخ سبانخ. كل اللي يسمع ان احنا هنفطر النهارده سبانخ يقول لي سبانخ ايه ده؟ في حد ياكل سبانخ؟ في حد بياكل سبانخ، ايه المشكله يعني؟ ده السبانخ حتى قمر يعني. شوحت بقى اللحمه تشويحه كده مع البصل، وبعدين ضفت عليهم الطماطم المتسبكه، طماطم جاهزة متسبكة في الفريزر. هنعمل رز بقى. هنعمل رز ايه النهاردة؟ هنعمل رز حبة وحبة. طبعا الرز ده تحفة جدا، ريحته بتجيب اخر الشارع، لا مش الشارع، لا الشارع اللي ورانا كمان واللي ورا اللي ورانا. خدت شوية من الرز كده، يعني اقل من النص بشوية، وحطيت معلقة زيت ومعلقتين سمنة بلدي، وابتديت بقى احمر في الرز كده يا دوبك ياخد لون ذهبي. بعد ما اتحمر حطيت مية الرز، وبعدين نزلت بالرز الباقي، وحطيت بقى شوية كده من الشعرية اللي احنا كنا محمرينها ومجهزينها في تجهيزات رمضان. طبعا الرز حبة وحبة هو تحفة لوحده، فلما نضيف له شعرية هيبقى تحفتين. يعني بصراحة الرز يتاكل حاف كده لوحده، يعني مش محتاج اي حاجة عليه. ضفت بقى الطماطم المتسبكة وحطيت لها بقى المية بتاعتها. لو عندك شوربة حطي شوربة، انما احنا حطينا مية عشان ما فيش شوربة. طبعا اللحمة حطيناها على طول، ما طلعناش شوربة. ده فريك. في ناس بتحط على السبانخ فريك، في ناس بتحط رز، في ناس بتحط لسان عصفور، في ناس بتحط اضافات غريبة. يعني قولوا لنا انتوا بتاكلوا السبانخ بايه؟ بتحطوا لها فريك ولا ايه؟ اكتبوا لي في الكومنتات. وبتحبوا السبانخ ولا لا؟ يعني في ناس كتير بتقول على السبانخ لا مش بيحبوها، يعني مش بيجيبوها حتى. بعد كده حطيت السبانخ بعد ما اتقطعت. اهم حاجه ما تتقطعش ناعم، السبانخ بتتقطع يعني كبيره شويه عشان هي بتدبل، فعبال ما تدبل يعني تلاقوا فيها سبانخ كده، تلاقوا اوراق سبانخ. الصبح كان عندنا درس، واحنا راجعين لقينا عربيه برتقان واقفه بتبيع 3 كيلو برتقان ب10 جنيه، فجبنا برتقان، وهنعمل النهارده بقى عصير برتقان. هو يعني حاولوا ان انتوا تشربوا عصاير طبيعيه اكتر، بلاش تشتروا عصاير من بره، اعملوا عصاير في البيت، برتقال، فراولة، ليمون بالنعناع كده يعني. شغلنا بقى العصارة وهوب يلا نعصر شوية البرتقال بتوعنا. ما شاء الله طلعوا كمية حلوة، يعني الكيس ده كان ب10 جنيه، طلع لي ازازة وطلع 3 كوبايات، يعني يعتبر ازازة ونص. حاجة طبيعية وصحية ومفيدة. تعالوا بقى نحضر السفرة. وسفرتنا النهاردة بسيطة، يعني فيها الرز اهو، بس الرز قمر قمر، هنرجع له تاني دلوقتي. ومعايا هنا السبانخ بقى بعد ما استوت ما شاء الله ريحتها بتبقى، يعني ريحتها حلوه، انا بحب ريحتها. في ناس ما بتحبش ريحه السبانخ على النار. ومعانا البانيه ده مكمل معانا من امبارح، اصيل والله يا ابو رحاب، الله يبارك لك يا رب. احنا الطبيخ معانا لازم مخلل، يعني اساسي مع الطبيخ مخلل. بصوا الرز بقى طالع ما شاء الله مفلفل، صراحه مجرم، حاجه كده اجرام. وده عصير البرتقان القمر برضو اللي انا عصرته بايديا الحلوين. ما بصفيش البرتقان، بحب اسيب الالياف بتاعته جواه، يعني كالياف مفيدة للجسم. عايزة اللايكات تنزل تلف على السبانخ كده بقى وتلعلط عشان نغيظ الناس اللي ما بيحبوش السبانخ. بحبكم كتير كتير، اشوفكم بقى على خير، فيديوهات جاية كتير، والسلام عليكم.